هلو هلو هلو، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو بقى جديد النهارده هنتكلم فيه عن شوية حاجات جديدة عايزين نعمل فيه. ان احنا هنتكلم النهارده عن روتين النظافة الشخصية. فيديو يعني كده بقى بمناسبة الصيف والاجواء، ان احنا برضو كل واحد يقول ايه الروتين بتاعه، ايه اللي بيرتاح فيه، ايه اللي مش بيرتاح فيه. فهتكلم في شوية حاجات كده النهاردة، حاجات انا استخدمتها، حاجات انا ملتزمة بيها. كل واحد برضو هنستفيد كلنا من بعض. نبدأ بقى في الصيف ايه، بان احنا ننضف شعرنا مثلا واحنا بناخد الشاور. بص، انا استخدمت شامبوهات كتيرة قوي قوي، وكنت بجيب من الغالي قوي. بس اكتشفت مع الوقت على فكرة هو كله زي بعضه. يعني ما حسيتش بفرق واو في حاجة اللي يعني الفظيعة. الشامبو احنا مش عايزين منه غير ان هو ينظف بس بجد فروة الراس وينظف كويس. الستيب اللي بعد كده اللي هو اكتر حاجة ان احنا ممكن لو عايزين نهتم بيها هي يبقى الهير ماسك او الهير اويل. هما دول فعلا هنحس فيهم بفرق. لكن كالشامبو لا، ما نصرفش فيه قوي. اللي عايز والله يصرف ويجيب، وده جاب حاجة غالية وارتاح فيها، اوكي. بس والله انا بنصيحة، انا ما حسيتش ان في حاجة عملت واو قوي، بالذات في الشامبو. اهم حاجة، وعلى فكرة اللي ما فيهوش اللي هو الخالي من السلفات وكده، لازم يبقى عندنا حاجة فيها سلفات نستخدمها على الاقل كل يعني مرة في الاسبوع. تip تانية برضو كنت عايزة اقولها، ان احنا جا وقت كده كان طالع كتير يقولوا غسيل الشعر كتير غلط، غسيل الشعر كتير غلط. وانا وقتها بقى كنت يعني قلت خلاص دول كلام بقى حقيقي. كل واحد طبيعة شعره مختلفة عن التانية يا جماعة. انا بعد كده اكتشفت ان ده ضرني جدا. انا كنت بغسله مثلا في الشتاء مرة وفي الصيف مرتين. اكتشفت ان ده غلط جدا 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 مع طبيعة شعري انا. رحت بقى للدكتور بتاعتي، قالت لي انت شعرك دهني. انا ما كنتش على فكره عارفه ان انا شعري دهني، انا كنت مقتنعه ان انا شعري جاف. انا بحس ان هو جاف. هي قالت لي لا، وفروه راسي دهنيه دي لازم تتغسل كتير. يعني يوم ويوم على الاقل 3 مرات في الاسبوع. لكن بقى نظام ان هي مره او مرتين، قالت لي بالعكس ده كده الدهون بتطلع بتسد عندي المسامات وتعمل قشره دهنيه وتعمل حاجات كتيره. فاحنا كل واحد يعرف طبيعه شعره الاول. ما نمشيش مع اي حد يقول لنا اي حاجه وخلاص. يعني اللي طبيعه شعره دهنيه كده زي، ما ينفعش ان هو يغسل قليل. لا بالعكس، انت محتاجه تغسلي شعرك كتير وتنضفيه كتير. ويبقى الشامبو بينضف جدا جدا جدا. وتستخدمي حاجات معينه لفروه الراس، ده هيفرق قوي قوي قوي. انا مثلا دلوقتي بستخدم بتاع بوبانا. الشامبو بتاع بوبانا ده انا مرتاحه فيه قوي. بينظف بينظف وبيخلي الشعر كويس يعني، مش والكميه بتاعته بتقعد كويسه، فما عنديش مشكله فيه بجد. يعني وبستخدم برضو، جبت الكونديشنر بتاعه فبرضو حلو يعني، لذيذ يعني. الكونديشن بتاعه حلو مش وحش يعني. برضو بستخدم ما بينه وما بين بتاع ايفا. حلو مش وحش. بس اكتر حاجة اللي هي الهير ماسك. انا مش هقول لكم دلوقتي على نوع هير ماسك قوي، ان انا بستخدم كذا حاجة وفي حاجات ما ارتحت فيها وفي حاجات ما ارتحتش فيها. لما اوصل لحاجة اللي انا ارتحت فيها وحسيت فعلا فيها بفرق، دي بجد هقول لكم عليها. بس فعلا فعلا كنت فيه في وقت بستخدمه وكنت حاسه فيه بفرق، اللي هو لوريال اللاين ده. اللاين بتاع لوريال بجد كان اللون الموف. واستخدمت اللون اللي هو البيج ده، كان الهير ماسك بتاعهم يا جماعه رهيب رهيب. بس هو دلوقتي بقى سو اكسبنسيف قوي، وبعدين بيبقى ساعات كتيرة مش موجود، وفي سمعت بعد كده ان هو بينزل ان هو مش بيبقى الاوريجينال وسعره برضو غالي، فما بقتش اجيبه. وغير ان كان في وقت كبير قوي بصراحة كان مقاطعة، وبدأت اجرب حاجات تانية، فبدأت اوريدي من وقتها. السيرم ده كان جايلي بصراحة فبستخدمه. بس ده يعني من احسن السيرامات اللي استخدمتها للشعر. انا شعري مش بيمشي معاه اي سيرم، بس بجد بجد السيرم ده تحفة. وبرضو اللون الذهبي بتاعه اللي هو اللون اللي هو فيه لون ذهبي كده يعني او اصفر، ده رهيب 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 بجد. اللاين بتاع لوريال ده بجد بجد فظيع يجنن. والسيرم برضو اللي حلو اللي بستخدمه برضو اللي هو بتاع كلاري ده، من برضو من الحاجات الكويسة اللي استخدمتها. لا يعني كويس. ان انا بقول لكم مش اي سيرم بيمشي معايا. في قبل كده شفت هي بلوجر وبجد حد كويس جدا جدا، وكانت هي برضو قالت على السيرم ده بتاع الجي دوكس ده. انا جبته بناء على اللي هي قالته، بس بصراحة ما مشاش معايا خالص.
يعني دلوقتي بستخدمه لابني، انا مش ماشي معايا خالص خالص. بس انا مش شاكه في الكومنت بتاعها او في رايها هي، لا بالعكس، هي ممكن هو مشى معاها بس ما مشاش معايا، ان هي حد انا بثق فيه قوي قوي. هي مريم صقر بصراحه، هي اللي كانت قايله عليه في فيديو قبل كده هو. وانا بجد بحبها قوي جدا، وبحب نصايحها قوي، وبحب كل حاجه بتقولها. فجبته على هي كانت قالت عليه ان هو تحفه معاها وكده. انا الشك معايا انا ان هو ما مشاش معايا انا، لكن انا واثقه ان هو ده ممكن يناسب مع ناس كتير. ان بجد هي بتقول الحاجه، ببقى واثقه في الريفيو بتاعها قوي. احنا دلوقتي مثلا نضفنا شعرنا، غسلنا شعرنا، نهتم بالهير ماسك يبقى كويس. تاني حاجة ان حاجة برضو مهمة، ان احنا شعر بجد. في بنات كتيرة قوي من المحجبين، ودي بقى اللي خلاني اخد بالي من نفسي انا واهتم اكتر. ان فعلا فعلا لما احنا بيبقى فيه الناس اللي ما بتنشفش شعرها كويس وتلمه على طول، بيعمل ريحة مش حلوة، وتحسي كده ريحة وانتي بتسلمي كده، لا ما بتبقاش لذيذة خالص. فدي حاجة بتضايق. مش هقولك لو انتي مثلا مش في مقدورك تجيبي هير ميست الشعر والحاجات دي، ف يعني ابسط الامور ان احنا نهوي شعرنا كويس. لو استخدمتي الفوطه المايكرو فايبر كويس، ان هي وقت لما بتستخدميها، فلما تيجي تسرحي شعرك، شعرك هيبقى اوريدي الميه اللي فيه بقت قليله، فلما تيجي تسرحيه مش هتحسي بريحه الكمكمه دي، مش هتحسي بيها. فده هيفرق معاكي. ف ولو انت مثلا بتحبي الهير ميست وكده، انا برضو كنت برضو بستخدم ده بتاع ذا بادي شوب، برضو حلو قوي قوي، جميل جدا. وبيقعد في الشعر كتير، حلو جدا، يعني من الحاجات اللي استخدمتها وارتحت فيها برضو. ده فوقتها انت هتحسي كده بانتعاش، هتحسي ان حد يقرب منك مش بينفر منك. مش بيتضايق ان حتى لو انت حاطه برفيوم. انا دايما في كده حاجه بحسها، بحس دايما ان احنا لو في حاجه ريحتها مش حلوه وحطينا عليها برفيوم او حاجه ريحتها حلوه، دي بتتحول لريحه ابشع. فانا ضد المساله دي تماما. احنا نبقى البيز بتاعنا كويس، ان احنا ريحه شعرنا كويس، مهتمين، مفيش كمكمه، مفيش حاجه هنحط عليها برفيوم تاني. وما نفضلش برضو يا جماعه نزود لايرز حاجات. يعني احنا طلعنا من الشاور، حطينا مثلا، عملنا مثلا الكريم مثلا البادي لوشن بتاعنا على جسمنا، نهدى كده شويه. بعديها مثلا بكده نرش البادي ميست بتاعنا، ما نحطش لايرز على بعضها. ده ممكن بيعمل حاجة ريحة أوحش. لا، احنا نخلي كل حاجة وليها وقتها. بعد الشاور هنحط حاجة، بعديها بشوية واحنا خارجين بنحط حاجة، مش كل حاجة تتحط يعني ورا بعضها كده، ده غلط. نهتم برضو ان احنا نستخدم الرول اون يبقى كويس. مفيش حاجة لحد دلوقتي استخدمتها انا حاسه ان انا برضو اقدر اقول عليها ريفيو. في حاجات كتيره متنوعه، كل واحد يستخدم الحاجه اللي هي ما بتغيرش. واهم حاجه ما يكونش اللي هو بيبقى ضد التعرق، ان ده خطر جدا. نهتم برضو ان هو بيبقى اللي هو آه، يعني ناخد بالنا الكومنت اللي مكتوب عليه، مش نفرح نقولي لا ده بيمنع التعرق ومش هيبقى فيه عرق ولا كده، بالعكس، ده بيعمل مشاكل كتيره قوي. ليا ناس كتيره قوي من صحابي حصل لهم مشاكل بسببه. لا، احنا نهتم بالحاجه اللي هي تبيض. يبقى عندنا المنطقه دي الاندر ارم يبقى برضو فيها ما تغمقش اللون، عشان ما يعملش حاجات بعد كده ونبقى بنعالج. في دلوقتي ناس كتيرة قوي بتتكلم على الجلايكوليك اسيد. ده ستيب انا جبتها بس لسه ما استخدمتوش، مش هقدر اطلع دلوقتي اقول على النتيجة. بس كله بيقول بجد ان احنا لو استخدمنا الجلايكوليك اسيد بجد بيعمل نتيجة رهيبة. بس انا عايزة اقول حاجة برضو، يعني في ناس، مش كل الناس عندها المنطقة دي بتبقى الاندر ارم غامق عندها. في ناس بتبقى طبيعتها بتختلف، في ناس عملت حاجات غلط هي اللي وصلت لنفسها ان المنطقة دي تبقى عندها اكيد غامقة قوي. وفي دلوقتي في عيادات الليزر بيعملوا برضو، بيستخدموا جلسات بتفتح. بس احنا برضو كل واحد على حسب امكانياته. انا مثلا دلوقتي الحمد لله الدنيا، عشان كنت ما بستخدمش حاجات غلط، فالدنيا مش لدرجة ان انا اعملها عند حد ليزر. بس هبدأ استخدم اللي هو الجلايكوليك اسيد، ومش هستخدمه برضو اللي هو يبقى يوميا، هستخدمه ممكن مرتين بس في الاسبوع، واشوف النتيجة. ووقتها هبدأ نتكلم ونقول إيه النتيجة اللي وصلت لها وعلى اساسه. بس دي حاجات برضو ان احنا لازم نهتم بيها. نهتم ان احنا برضو نستخدم بادي ميست كويس.
في البيت، عشان برضو ده بعد مثلا ما حطينا البادي لوشن، حتى لو قبل ما تنامي كده او في نص اليوم تحطي من البادي ميست بتاعك، هيفرق معاكي. انت تبقي شامه نفسك كويس، انت تبقي مرتاحه وانت قاعده وحاسه ان انت ريحتك كويسه، شعرك ما فيهوش، جسمك كده. خصوصا ان احنا كمان في الصيف بناخد شاور كذا مره، ممكن بناخد مرتين وثلاثه في اليوم. الحاجات دي هتفرق معاكي اما انت تبقي حاسه بنفسك ان انت مبسوطه من ريحه نفسك. وتاني حاجه، ما نحطش لايرز كتير، مش اللي هو بنزود وخلاص، لا، كل حاجة تبقى بإحكام. هنحس بفرق جدا جدا. فيديو النهاردة كده سريع، وحاجة عن الروتين شوية، نغير برضو بيها جو الفيديوز. وقولوا لي برضو في الكومنت ايه رأيكم، وايه الحاجات اللي بتستخدموها، وايه اللي نفسكم تاني نتكلم فيه. في حاجات كتيرة قوي هنتكلم فيها في الموضوع ده، عشان كده انا مش هطول الفيديو ده قوي. كان في هاك، عايزه اقول لكم بقى هاك انا استخدمتها، وبجد بجد بجد دي رائعه. شفتها على برنامج ما كده واستخدمتها، وما كنتش مصدقه على فكره. بس قلت في مره كده اجربها. ان انت لو جبتي اي مثلا اويل للبشره، في مثلا اللي هو بتاع شجره الشاي ده، شجره الشاي، عارفينه ده بيبقى عند امتنان والناس دول. ده انت لو جبتي الاويل اللي بينفع تحطيه على البشره، انت مش هتستخدميه كده دقايق ده كده، وبتحطيه على ايدك وتبداي تعملي سيركل ايموشن هنا وهنا، وتفرجوا بقى، وتفرجوا. وبعديها تغسلي وشك، بس بيبقى يعني الغسول اللي هتستخدميه يبقى اللي هو فيه فوم، مش الغسول العادي، لا، الغسول اللي هو يبقى الفوم. واتفرجي على اللي هيحصل. بيطلع حاجات الوايت هيد اللي هنا بتطلع كلها. انا ما كنتش مصدقه والله العظيم. انا مره قلت اجرب كده، كان فراغ. بجد بجد عطى نتيجه رهيبه رهيبه. تفضلي بايدك هتحسي ان الزيت ده بيسخن معاكي، وهتفضلي تعملي كده سيركل ايموشن، سيركل ايموشن كده، سيركل هنا ايموشن، سيركل ايموشن. هتلاقي نتيجه رهيبه رهيبه. وبعديها غسول فيه فوم. اتفرجي بقى، وبعد كده رطبي وشك واتفرجي بقى على بشرتك بعدها. هتلاقي هنا الرؤوس السوداء اتشالت، هنا برضو لو في رؤوس سوداء او بيضة اتشالت. وانا اللي لاحظته معايا، انا كان دايما عندي ان الاريا دي اغمق سنة من وشي. انا بعديها تاني يوم، ايه ده، هي انا ما استخدمتش حاجة تفتح المنطقة دي، انا ما عملتش حاجة. قعدت افتكرت ايه ده، هو الهاك دي هي اللي وحدت لي للدرجة دي. بدأت بقى مستمرة عليها من ساعتها. بصراحة الحمد لله الحمد لله الموضوع فرق جدا. فدي هاك قلت برضو، افتكرت دلوقتي اقولها لكم. في بقى حاجات تانية هنتكلم، وهاك تانية كتير كل ما افتكر. فمش عايزين نطول الفيديو النهاردة، ان اكيد هنتكلم في الموضوع ده كتير قوي. باي باي، اشوفكم على خير. باي باي. ما ننساش السبسكرايب واللايك والكومنت.